الطريقة يا إخواني هي تقوم على 5 مراحل أو على 5 نقاط. النقطة الأولى وهي قبل البداءة بالحفظ أو قبل البداءة بالحفظ التيقن من سلامة المحفوظ، بمعنى أن يتيقن من سلامة هذا المقدار الذي يريد أن يحفظه، من سلامته عدم وقوعه في اللحن، إما اللحن في التجويد أو اللحن الجلي الذي يكون فيه تغيير لبعض الحروف. وأيضا يكون هذا من خلال إما سماع شريط لأحد المجودين أو بالعرض على الشيخ الذي يقرأ عليه. بعد ذلك إذا تأكد من سلامة المحفوظ اليومي فإنه بعد ذلك يبدأ بحفظ الوجه أو المراد حفظه، يحفظه حفظا تاما كما بينا في المراد بالحفظ، بأنه يستطيع أن يستظهره عن ظهر قلبه. فإذا كان عنده خلل وشك، لأنه أحيانا بعض الناس إذا أراد أن يحفظ فعلا هو حفظ الوجه، لكن مجرد أن يترك هذا الوجه ويغفل عنه مثلا ساعة ساعتين يعني لا يحس بهذا الضبط، يريد فقط أن يصل إلى أنه يسمع على الشيخ وينتهي، فهذا في الحقيقة ليس بحفظ. ولذلك إذا أردت أن تجعل المعيار الحقيقي للحفظ انظر إلى راحتك عن هذا المحفوظ، هل أنت مرتاح له؟ إذا لم تكن مرتاحا له فليس بمحفوظ. الأمر الثالث بعد حفظك لهذا المقدار ننتقل بعد ذلك إلى الطريقة الثالثة أو المرحلة الثالثة، وهي أنك تبدأ بتكرار هذا المقدار 40 مرة. وهذا التكرار لا يكون في مكان مثلا فيه شيء من الضوضاء، وإنما يكون الإنسان في مكان منزوي يجمع قلبه عليه. فإذا حصل هناك مثلا مكان فيه ضوضاء إما عند الناس أو في قيادة السيارة فهذا يصعب معه التركيز على المقدار والضبط له، فاحرص على أن يكون تكرارك في مكان هادئ، وتكرر هذا المقدار إما في جلسة أو في جلستين. وأيضا لا بد أن تضع في بالك أنك إذا بدأت بتكرار هذا المقدار فالتكرار إنما يكون بعد الحفظ ليس في أثناء الحفظ. لا أقول تكرر أثناء حفظك، لا، بعدما تتقن الوجه وتضبطه ضبطا تاما ابدأ بحساب هذا العدد. وإذا بدأت بحساب هذا العدد فأغلق المصحف، خلاص عود نفسك أنك إذا بدأت بالتكرار أنك تلغي حملك للمصحف. بعد ذلك حفظت المقدار اليومي، انتهيت الآن من هذا المقدار اليومي وكررته مثلا 40 مرة. وأنا أنبه هنا إلى نقطة، ربما البعض يصعب عليه أن يكرر في بداية الأمر 40 مرة. أقول عود نفسك في بداية الأمر كرر مثلا 15 مرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى أن تكرر مثلا 20، ثم إلى 30، إلى 40، وكلما زدت كلما كان ضبطك وإتقانك أكثر. انتهيت اليوم من هذا المقدار اليومي وهو مثلا كررته مثلا 40 مرة. من الغد تربط الوجه الذي أخذته بالأمس وترده مثلا يعني 3 مرات أو 4 مرات. كل يوم تراجع من أول ما أخذته إلى الذي وصلت إليه. يعني اليوم مثلا انتهيت، لنفترض إنسان بدأ من سورة البقرة، حفظ اليوم الوجه الأول من البقرة، انتهى. من الغد عنده الوجه الثاني، الوجه الثاني يكرره مثلا لنفترض 40 مرة. الوجه الذي أخذه بالأمس يراجعه مثلا 3 مرات. من اليوم الثالث عنده الوجه الثالث، يكرر الوجه الثالث مثلا 40 مرة. الوجه الذي أخذه بالأمس يراجعه 3 مرات. الوجه الأول الذي هو أخذه في اليوم الأول يراجعه مرة. قد يقول شخص كل يوم أنا أراجع من أول ما أخذت إلى الجديد، ربما يصعب علي. نقول هذا يستمر معك إلى أن تصل مثلا إلى جزئين، فإذا وصلت إلى جزئين تقسم هذين الجزئين على يومين، اليوم تراجع الجزء الأول وغدا الجزء الثاني، وهكذا زاد حفظك وصل إلى 6 أجزاء تقسيمه على 3 أيام. وإذا عود الإنسان نفسه أنه كل يوم يربط من أول ما أخذ إلى الذي وصل إليه،
وهو يراجع غيبا من غير أن يفتح المصحف فلن يجد مشقة، لن يجد مشقة في المراجعة. لماذا؟ لأنه يراجع وهو يسير وهو راكب في السيارة. ولذلك نحن بدأنا في هذه الطريقة في الدمام في حي الريان. وفي بداية الأمر البعض كان استشكلت عليهم هذه الطريقة وقالوا يعني صعب علي أن أراجع مثلا كل يوم مثلا جزئين أو 3. لكن يوم أن طبق هذه الطريقة وعود نفسه على أنه يقرأ غيبا من غير أن يحتاج إلى المصحف أصبح يراجع كل يوم 3 أجزاء. إذا سألته متى تراجعها يقول لك أنا ما حددت لها وقت. طيب كم تراجع؟ يقول أراجع 3 أجزاء. متى تراجع؟ يقول والله وأنا أسير في الطريق، أحيانا وأنا أصلي السنة الراتبة. فإذا لماذا أصبح القرآن في قلبه؟ هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، حتى بعد ذلك يرتقي الإنسان في غيرها من العلوم، من حفظ الأحاديث وحفظ المتون التي تلي بعد ذلك في درجات أهل العلم.